انا دخلت على المؤهلات العلميه. طيب انما انا كنت بص يا ابني، انا كنت عضو في الحزب الوطني من وانا عندي 18 سنه. تمام يا فندم. لا انكر ذلك. طب ما انت حضرتك دلوقتي من الحزب الباقي. وانا كنت عضو في الحزب الوطني وكنت نائب في مجلس الشعب عن الحزب الوطني، ولا انكر ذلك. وبقول هذا الكلام وانا ايه، راجل كذاب؟ لا يا فندم مش كذاب. لا يا حبيبي، انا بقول هذا الواقع. ولكن كان هناك كثير من الأوضاع في الحزب الوطني كنت أنا ضدها، كلنا ضدها. وفصلت سنة 2005 من عضوية لجنة السياسات ومن جميع المواقع الحزبية علشان احتليت مقر الحزب الوطني في الدقهلية، وطردت الأمين اللي كان موجود وحبسته في الأوضة وحبست كل الكوادر، لأن ما كان كلهم بيمثلوا، يعني مش عايز اغلط في حد، ربنا يديهم الصحه، بس ما كانوش كويسين كلهم. وبالاتفاق سبتهم ومشيت من الحزب بعد ما احتليته بكل انصاري. بناء عليه فصلوني من لجنه السياسات في 5/12/2005، وكنت عضو في امانه المحافظه وفي المركزيه، جردت من كل هذه الاشياء وسابوني عضو عادي في الحزب لغايه سنه 2010. طب كنت تستقيل ايه اللي صبرك ده كله؟ لغايه 2010. طب ما دام حضرتك يعني ما لقوش حد يرشحوه في مجلس الشعب، راحوا مختارين حضرتك. ما حدش يا عم كان مترشح الا انا. جيت بالتزكيه مرشح الحزب، جه الاخ فؤاد بدراوي، هم كانوا بيتامروا بقى علشان ينجحوا فؤاد بدراوي واسقط انا، زي ما عملوها فيا في سنه 2000. سليم، ما كنت انا مرشح الحزب سنه 2000، كنت اصغر مرشح للحزب الوطني على مستوى الجمهوريه، وكنت في انتخابات الإعادة أنا متقدم عن المنافس بتاعي اللي هو سكرتير المساعد حزب الوفد فؤاد بدراوي ب4000 صوت. سقطوني في انتخابات الإعادة وهو نجح بفرق 700 صوت، وما تسألنيش إزاي لأن مش هو ده موضوعنا دلوقتي. تمام. في 2010 كانت ستعاد القارة لولا إن أنا استخدمت خطة المستشار ممتاز نصار، وفي نفس الوقت فؤاد بدراوي قال لك أنا منسحب، فنجحت. قعدت 70 يوم. ادي علاقتي بالحزب. قول لي بقى اذا كان الحزب ده افادني بجنيه انا اديه للناس. طيب ماشي. انا صرفت من جيبي على الحزب وعلى الاعلام وعلى الانتخابات ودفعت تبرعات، وهو ده كله اللي كان موجود. وقلت لهم في يوم من الايام في قلب مركز الدراسات الوطنيه في مصر الجديده لعلي الدين هلال ولأنس الفقي ولمحمد كمال، اللي انتوا بتعملوه غلط، لابد من تقوية أحزاب المعارضة حتى يكون هناك منافسة، إنما تدمير أحزاب المعارضة هيؤدي إلى إضعاف الحزب القائم والحزب الحاكم. الكلام ده أنا قلته لهم وبقوله، وسامعني علي الدين هلال وسامعني غيره. سليم. كان في سؤال بس حضرتك. فحضرتك لما أنا بتكلم أنا بقول كلمة الحق. ماشي، كلمة الحق يا فندم، برضه تسمع صوت الحق. طب حضرتك دلوقتي يا فندم، حضرتك دلوقتي زي ما انت شايف كل الفساد اللي كان في الحزب الوطني والكلام ده كله، حضرتك ليه وافقت انك تدفع؟ ليه تبرعت ودفعت واعلام زي ما انت حضرتك سائل دلوقتي. لما انت مش محتاج حاجه، ومثلا يعني كنت حضرتك وكم من بيعرف يمارس سياسه بعيدا عن الحزب الوطني يا استاذ كريم؟ هات لي واحد كده مارس. انت فاكر ان الاخوان لما نجحوا ولا الاحزاب المعارضه كانوا بينجحوا زي ما هم بيقولوا كده؟ ده كان باتفاق يا ابني. ما انا كنت لسه بتكلم على اول وقت مع المتحدث الرسمي باسم المرشد العام، قلت له ما انتوا كنتوا بتعقدوا الصفقات مع الحزب الوطني، والراجل لم ينكر الصفقات في الانتخابات ودي معروفه للجميع. ارد حضرتك. الله يا عم الحاج، كانت الدنيا الاول ماشيه كده وجاي عايزني تكلمني وتقول لي انت مش عارف ايه. هرد حضرتك. لو كان زي حضرتك بتقول كده ما كانش الحزب الوطني خد الاغلبيه الكاسحه في اخر انتخابات برلمان. لو انت بتقول ان هم بيعملوا دلوقتي ديل مع الحزب الوطني، الاخوان من الحزب الوطني يا ابني، مش لسه حضرتك قايل يا ابني اسمع مني انا. الذي دمر الحزب الوطني احمد عز. الف به تنظيم في اي حزب في العالم ما ينفعش ارشح في دايره واحده 4. تمام. ما ينفعش. دي مش مشكله الحوار. هو جه لفندي بقى يرشح في الدايره الواحده 6، فانقسم اعضاء الحزب الى 6 طوائف بقوا بيحاربوا بعض. يعني وبعد كده الثوره جالت المناخ مهيأ لها. هو لو انما يعني قبل كده ايام قبل ما يجي صفوت الشريف امين حزب وقبل ما يجي احمد عز، طبعا الذي افسد الحياه السياسيه في مصر هو كمال الشاذلي، مهندس افساد الحياه السياسيه.
طيب حضرتك اسمعني بس. ماشي يا فندم. ولكنه كان بيفهم تنظيم، كان مدرسة سياسية. شفت أنا قلت إيه؟ أفسد الحياة السياسية ولكنه كان مدرسة سياسية. هي دي مش مشكلة الحوار. إنما أحمد عز بقى دمر الحزب الوطني، رغم إن أنا قلت إن هو أرسى ديمقراطية قبل كده، لأن ما كانش حد يقدر يقول غير كده. لو قلت غير كده كان ممكن، أنا أساسا كنت في المجلس ما بقاليش 70 يوم قدمت 43 طلب إحاطة وبيان عاجل، وفي اخر جلسه اتشكلت مع الست سنب رضوان اللي هي كانت وكيله المجلس، والجرايد نشرت ان انا قلت لها انت من مخلفات الحرب العالميه الثانيه. سليم في قلب المجلس ولا في دماغي. انا ما بص، انا نائب عن الشعب، يبقى اتكلم عن الشعب لا اما اروح اموت. دكتور، فاللي بيحصل اسمعني يا استاذ ناجي، اللي بيحصل النهارده لازم نقول فيه الحق. حسني مبارك اخطا، ايوه اخطا، بس ما يتهنش. لا يهان، ماشي لا يهان. طب حضرتك بتهينه يا فندم؟ عينه في ايه؟ انت حضرتك يا فندم من ساعه ما قعدت انت بتهينه. بعينه في ايه؟ انت حضرتك يا عم ده جه رئيس جمهوريه غلط والله يا ابني، جه عن طريق الغلط. طب ازاي ممكن تفهمها لي عشان مش هم لو ما كانش الاخوان موتوا السادات كان هو هيجي الاخوان والجماعات الاسلاميه. يعني لو ما كانوش موتوا السادات كان هو جه رئيس جمهوريه. هو يا فندم بس في سؤال، يعني يا فندم سؤال كده هو انا عندي سؤال لكم انتوا الاثنين. هي القضيه النهارده بتاعتنا كلنا، مش اتفضلي يا استاذه ايمان بقى، ندي فرصه للاستاذه ايمان برضه تتكلم. لا اصل هو السؤال الاستاذ ناجي موضوع السؤال اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده يا دكتور عشان نركز بس في وقتنا. بس اصل هي عايزه تتكلم. ما هتتكلم ايمان هتتكلم. اتفضلي يا استاذ ايمان. يمكن احنا اتكلمنا فوق قضيتها مش حسني مبارك، قضيه فعلا اللي بيحصل ده مخطط ليه يا بنتي، اسمها الثورات البنفسجيه. قولي بقى يا استاذه ايمان. الاهانات دي كلها يا اخي ده فرصه تتكلم، الله يهديك، عشان الناس عايزه تسمعك برضه. اتفضل. لا طبعا انا مع الحمله طبعا، يعني مفيش حد فوق القانون طبعا، بس احنا حملتنا ما ينفعش ان الراجل زي ده حكمنا 30 سنه، حمانا 30 سنه. يعني ده حتى في الدين الاسلامي ربنا سبحانه وتعالى كرم عبده في اخطائه بان عمل له الحسنه ب10 والسيئه بمثلها. احنا للاسف عملنا مع الرئيس مبارك، عملنا له السيئه ب100 والحسنه اتلغت. يعني مفيش حد طلع قال ان الراجل ده عمل حاجه كويسه في البلد. عمل وحش، في وحش، مش هنعترف، مش في مصر بس، لو كل واحد متابع الدول حوالينا فيها سلبيات، فيها كل حاجه، مش مصر بس هي ما فيهاش، لا فيها، بس مصر كانت احسن الوحشين تعتبر، كنا في امان. انا يا بنتي اتفق معاك اتفاقا تاما في الفتره ما بين 81 وحتى سنه 90 او لغايه 91 كمان. ال10 سنين دول ما نقدرش ننكر ان تم انجازات في هذا البلد، واللي ينكر ذلك يبقى كذاب. للاسف بيتم انكاره. انما ما بعد هذا التاريخ كلها نكسات. طب حضرتك دلوقتي انت بتقول سنه من 81 لحد 91 سينا، علم مصر اترفع على سينا سنه كام؟ بس ده مش هو ماله حسني مبارك؟ لا ما يكون ثواني حضرتك كنت بتقول فيه بس نقطه عايزه اوصلها، ما يكون الاعلام المصري اللي هو بيعلم اجيال وهو الواجهه اللي الناس كلها بتتفرج عليه وبتاخد معلوماته منه. يعني مش كل واحد عنده خلق يمسك جورنال ويقرا، يعني هو يحب يسمع وهو بيعمل شغله. ان يقول علم مصر اترفع في عهد عاطف صدقي، يعني للدرجه دي انتوا عايزين تمحوا تاريخ الراجل ده؟ عاطف صدقي؟ ايوه اتقالت. عاطف صدقي ماله ومال ما هو اتقالت يا فندم يوم 25 ابريل. الدكتوره ميس جابر قالتها، دي كانت مهزله على فكره، مع احترامي حضرتك. يعني احنا برضو بنحارب على فكره اللي احنا عايشينه في مصر. انت بتقول الدكتور بيرد بيقول، وده مش حديثنا النهارده، ان انا عندي حاجات خطيره عشان الجيش يشوفها، عشان السيد مشير طنطاوي يشوف، وما احنا داخلين في بكائيات، لان لو هبكي هبكي على العيال اللي اتجزرت عشان عينيك فيها دموع. انا هبكي على ابويا اللي جاله جلطه في المخ ما يشوف واحد حرامي من نواب العلاج واخد 240 مليون وهو معفن. وانا برضو اكمل كلامي يا دكتور. على الظابط اللي لسه متخرج. انتوا بتسالوا سؤال جميل جدا. ارد حضرتك. بتسال سؤال الدكتور بيقول لك انتوا بتقولوا انتوا عملتوا فيه حسني مبارك لغايه وقتنا هذا للاسف. اكمل كلامي بعد. طب انا عايز عشان اوديك وجهه النظر الصح. اولا انت في بلد لم يتخذ فيها قرار ومفيش فيها حاجه اتعملت، لا الرئيس اتعمل معاه حاجه ولا الشعب اتعمل معاه حاجه. الرئيس خسر والشعب خسران والجيش خسر والشرطه خسرانه والناس حياتها وقفت، العملاء وبتوع الاعلام وبتوع الترمس وبتوع الفول واللي ما كان لهمش وزاره بقوا وزراء واللي ما كان لهمش سعر بقوا لهم سعر، هم دول. والاخوان اللي سابوا، اللي خرج ناسهم من المعتقلات وخدوا مناصب قياديه واصبحوا عاملين البرج بتاعهم والامبارح، هم لغايه دول دلوقتي اللي حققوا مكاسب. الباقي كله مع احترامي ليك، مع ان انا بتهان بعد الحلقه، اهبل جيش السب
مؤسسه عسكريه بتتخرب، شرطه فقط. انا كان ليا جوز بنت عم ضابط شرطه، يعني الله يرحمه توفى، اسمه ماجد الغيطاني، ما هو اسمه المنصور، مشى في جنازته 20,000 بني ادم. وهو ضابط الشرطه ما هو ابنه واخويا واخوك. صح يا فندم. وفي ضابط شرطه زباله وفي ضابط شرطه نضيف. حلو، يبقى تعمم أكمل تعمم كلامي النظرية يا فندم، دكتور. تعميمها على الشعب كلها، هو مش على حسن مبارك هو بس. الدكتور كان بيقول لك لولا موت الاخوان ضربه والله لا انت ولا الاخوان ولا مخلوق على وجه الارض، هو ربك اراد تسلم لهذا الشعب ان يحكمه فلان للفتره الفلانيه ويروا ما يروه الان باعينه لتكون عبر. لان يا دكتور ما عادش فيه انبياء. المشكله اللي بتقول لي حسني مبارك عمل شال الاطفال وفلان ما عملش حاجه. هتقول لي عمل المترو؟ اتعمل في عهد فلان المترو، ولكن اللي عملته ايدي مصريه وفلوس مصريين من دافع الضرائب. يا عم والعقد كان بتاع انور السادات يا عم مش العقود، انور السادات هو من جيبه يا دكتور. يا دكتور المسائل مش كده. طب يا فندم معلش، فلانه حملت اولا ما كان لها صفه. اولا انا كتبت في الدستور الذي معانا مداخله الحقيقه الذي كان يرأسه ابراهيم عيسى في يوم من الايام، ما هي الصلاحات الدستوريه للسيده حرم السيد الرئيس. لا كان لها في حمله شلل الاطفال، ولا كان لها في القراءه للجميع، ولا كان لها في معرفش ايه ولا كده. انا بسال استاذ في كليه الاثار بقول له من اسوا الملكات اللي الشعب المصري اشتكى منها، قال لي اهتماماته كانت حتشبسوت بتاعت مكتبات وبتاع. قلت له سوزان مبارك شبه مين؟ قال لي ملهاش شبه خالص. فما هتقول لي سوزان مبارك ملاك؟ لا، سوزان مبارك صناعه صفوت الشريف. الشريف يا فندم ملاك وما قلناش شيطان يا ابني. اللي صنع القصه دي كلها صفوت الشريف. بس في رد انا عايز ارد بس في نقطه. الدكتور قال ان هو دلوقتي الرئيس محمد حسني مبارك على دماغي. بص لي انا في يوم من الايام مسكت واحد سعودي، انا كنت معزوم في حفله لمحمد عبده وبغلط في معلش بس استناني انا اللي بقى كنت بكتب قصائد بسيب فيها حسني مبارك ومسؤول عن ده. وفي يوم داخل لقيت واحد سعودي في حفله محمد عبده بيسب في رئيس دولتي، قلعت الجزمه واديته فوق دماغه. نرجع بقى للجزئيه بتاعتنا. يبقى انا بدافع عن هنا عن ايه؟ عن رمز. اسال هذا الرمز من الذي اهانك؟ حلو. ده السؤال. ما هو ده اللي كان ارد بقى الجزئيه. اهم من الرمز بقى اللي انت بتدافع عنه، لان انا اهم من الرمز ومن اللي في التحرير ومن عصام شرف اماني كمواطن وامان عيالي وبلد ما تتخربش. ما هي دي يا فندم مكاسب الثوره. ده القضيه. انتوا قاعدين وقت كبير شويه اللي هم الفلول وشويه عاملين العجول وشويه ما همش فاهمين حاجه وشويه الثوار الاحرار والثوار العملاء. هل دي مصر يا فندم؟ عايزين نرد حضرتك. انا مش هتناقش. ارد عليا. دي مصر؟ لا يا فندم مش مصر. البلطجيه دي مصر؟ لا يا فندم. اللي بيحصل في الشرطه المصريه الوقت والظباط بتتقطع وعيال برضه عاديين ملكيين بيطلع عليهم ناس اللي ماشي ببنته واتاخدت منه في الشارع سيب بنتك لا نعمل فيك. دي مصر؟ دي مكاسب الثوره حضرتك. انتوا مصر، انتوا الاثنين دمرتوا مصر. اللي بيقول لي انا السائر الحر بتاع البطاطس اللي كان هتكيف وسعادتك اللي كنت قاعد في التكييف، انتوا الاثنين خربتوا البلد. مش قاعد في التكييف اللي دفع ثمن البلد دي بتاعت الوز والبطن بيتكلم عليها. فين يا فندم؟ محدش شاف حاجه خالص. حضرتك يا فندم عايز ارد حضرتك. الناس الغلابه قاعدين لا هم فاهمين دلوقتي ولا عارفين الدنيا رايحه على فين. دراسه تدمرنا من قبل الثوره المخططه. هل تعلم ان انا مع ما يتهم به معمر القذافي النهارده، وانا اعلم اتهاماته اعلم المدسوس عليه، لان هذا الصهيوني كان معاه موجود في ليبيا، خلص مصر راح ليبيا وراح تونس وكان في التحرير. وما يقال عن بشار الاسد وما يقال في البحرين. هل تعلم وما يقال على عبد الله صالح الفاسد؟ عشان تبقى المسائل واضحه. انا بدعو الله وهبقى عدو للناس ان ما يسيبوش دولهم دلوقتي، لان لو دول سابوا دولهم دلوقتي الخطه تتعمل، الخريطه اترسمت، الخريطه اترسمت. انا وطني اتسرق. انا وطني اتسرق. بقول لعصام شرف ايه يا سياده رئيس الوزراء يا اللي نزلت رحت محل الكشري وكان معاك مصور الاهرام ما اعرفش، والمصاب بتاع التحرير استناك لما جاء اسعافته كتر الف خيرك، ويوم المترو انا مش عايز شهات. انا عايز اقول له انت النهارده الجيش بيقول في يهود، كان ايام المظاهرات موجود فيديوهات معايا لاكتر في السويس يهود ومتمسكهم ومهندس في الموساد ممسوك ومضروبين موجودين، ومعايا المخطط الاستراتيجي للحروب اللي دمر افغانستان والسودان ماشي مع الثوار والثوار حاضنين والوش العلم وهطلع للجنود وبيوزع منشورات والاسخن من ده وده. اجي ابص الاقي كمان صديق لناس في مؤسسه الاهرام اخونا احمد النجار راجل بحترمه زي الفل، جاسوس وصهيوني وشاذ
وماليش مله والعالم كله مين بيحذر ده؟ منه.